السلام عليكم ورحمة الله. برغم ان الجهاز ده مراجعته نزلت وموجودة، لكن الجهاز ده عامل شوية قلق اليومين دول، وانا اتسألت عنه كتير وناس كتير بتقولي محتاجة تعرف رأيي في الجهاز ده تحديدا، فكان لازم اجرب الجهاز واعمل عليه كل الاختبارات اللي تخليني انقل لكم رأيي بصراحة وبمنتهى الشفافية والحيادية. وجهاز النهارده اللي انا جاي اكلمكم عليه جهاز فرض نفسه بقوه ان هو لازم يبقى موجود بين اي مقارنه بينه واي جهاز تاني في الفئه السعريه بتاعته لو بتفكر تشتري اي جهاز جديد، سواء في كاميراته وسواء في البروسيسور وسواء في سرعه الشحن والسعر بتاعه كمان، وهو الاونر 200. اول حاجه هتكلم عنها هي التصميم. تصميم الجهاز انا شايف ان هو شيك جدا وبريميوم، والجهاز رغم ان هو جاي في الفئه السعريه المتوسطه العليا، لكن ان هو هيدي لك الجهاز احساس ان انت شايل جهاز فلاج شيب، وده طبعا راجع لان ظهر الجهاز ازاز وعليه نقشه خفيفه شكلها شيك بتميز الموبايل ده عن اي جهاز تاني. وجنب الكلام ده تصميم الكاميرات اللي بيميز شكل الجهاز وبيخلي شكله شيك. اما بالنسبه لفريم الجهاز فهو جاي من البلاستيك، ومن الحاجات اللي تميز الجهاز ان الجهاز يعتبر وزنه خفيف جدا 187 جرام، وده وزن يعتبر مثالي في الفئه السعريه دي. ونيجي بقى النقطه اللي هي تعتبر من اقوى نقط القوه في الجهاز، وهي الشاشه اللي بيتميز بيها الجهاز عن اي جهاز تاني في الفئه السعريه بتاعته. الله اكبر عليك! شاشة الجهاز 6.7 انش اوليد بدقة 1.5K، وتعتبر دي دقة عالية جدا، وبريفريش ريت 120 هرتز، وبتدعم HDR10 بلس. وده بالاضافة لان الشاشة جاية بكيرف سواء من الجنب اليمين او من الجنب الشمال. ومن الحاجات اللي تميزها برضو ان نسبة الحواف بتاعتها قليلة جدا، وده بيدي لك متعة لو انت بتتفرج على اي محتوى. وكمان تشبع حلو لألوان الشاشة خلاف نسبة السطوع اللي بتوصل ل 4000 نتس، وده رقم مميز جدا، خلاف ان الشاشة في اضاءة النهار وانا بجرب الجهاز ما ضايقتنيش، ولقيت الوان الجهاز كويسة وحسيت ان الصورة بتاعته محترمة، ولقيت ان الشاشة بتقدم اداء كويس جدا تحت سطوع الشمس وضوء النهار. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا وهي البروسيسور. الجهاز جاي ببروسيسور سناب دراجون 7 جين 3 معمارية 4 نانومتر بذاكرة تخزين تعتبر عالية UFS 3.1. والجهاز في خلال تجربتي ليه للألعاب قعدت أجرب لعبة طويلة زي بابجي، وقعدت فترة طويلة وصلت لساعتين 3. الموبايل يعتبر كان دافي معايا، مسخنش لدرجة ممكن تقلقني او احس ان الموبايل بيسخن او اقدر اقولك ان هو فيه عيب. والموبايل هيبقى متوفر بنسختين، نسخة 12 جيجا رام 256 و12 جيجا رام 512. وطبعا ال 12 جيجا رام دول هتقدر تعليهم ل 12 جيجا رام تانيين من خلال الرام بلس. وحاجة تانية طبعا لفتت نظري في خلال التجربة ان استجابة الموبايل في فتح التطبيقات كانت بطريقة سريعة وكويسة. والجهاز نازل باندرويد 14. ويلا بينا مع بعض نروح لنقطة الكاميرات اللي تعتبر نقطة قوة كبيرة جدا في الجهاز، واللي بتميزه واللي مخليه الجهاز ده مميز في الحتة دي. وبالنسبة للناس اللي غاوية كاميرات وتصوير انا متأكد ان الجهاز ده هيعجبهم. بالنسبة للكاميرات الخلفية الجهاز جاي بثلاث كاميرات. اول كاميرا 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، ودي اللي بتدعم المثبت البصري ال OIS بمستشعر سوني IMX 906. وبالنسبة للكاميرا التانية فهي برضو 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 وبتدعم المثبت البصري، ودي هتديك في البورتريه زوم حقيقي 2.5 اكس وزوم ديجيتال لحد 50 اكس. اما بالنسبة للكاميرا التالتة فهي 12 ميجا بكسل للالترا وايد والماكرو. انت كده قطعت لي الشورت في البسين. الايه؟ الشورت في الكمين. الايه؟ الشك باليقين. فيديوهات الجهاز بيدعم تصوير ال 4K 30 فريم في الثانية. اما بالنسبة لجودة ال 1080 هتدعم 30 فريم و60 فريم للسلو موشن كمان. وبالنسبة للكاميرا الامامية فهي جاية 50 ميجا بكسل. اما بالنسبة لتجربة الكاميرات جربت الكاميرات في كذا وضع وفي ظروف اضاءة مختلفة وادتني نتائج كويسة جدا. تعالوا بينا مع بعض نشوف النتائج دي ونشوف كاميرا الموبايل ادتني صور عاملة ازاي. بالنسبة لتجربة النهار دي كانت اول صورة انا خدتها 1x. الصورة طالعة بتفاصيل كويسة جدا وبجودة عالية. وجربت الالترا وايد وجربت ال2x وجربت الزوم واخدت كذا صورة ب 10x
و30 اكس و50 اكس، لكن الموبايل مش هيديلك اداء مميز في الزوم، ومش هتاخد تفاصيل عالية، وهتفقد تفاصيل في الزوم ال50. ولو هنيجي نتكلم عن البورتريه، فالبورتريه هنا من الحاجات اللي عجبتني جدا في الموبايل، ومن الحاجات اللي ادتني صور تعتبر سينمائية وصور عينك تحب تشوفها. وعندك 3 اوضاع في الكاميرا البورتريه، هتقدر تتنقل ما بينهم وتختار الوضع اللي يعجبك او الصورة اللي انت شايف ان هي ممكن تطلع بالشكل اللي انت حابه. وانا من هنا حابب اقولك، لو انت من الناس اللي بتهتم بالكاميرات وبتهتم بالتصوير، فانت هتاخد تجربة كاميرات محترمة جدا. ولو انت من الناس اللي ما بتهتمش او ما بتعرفش تظبط كاميرات الموبايل ازاي، وما عندهاش الخلفية ان هي تطلع احسن صورة بالموبايل بتاعها، الموبايل ده مش هتبقى محتاج ان انت تشتغل عليه وتعمل ليه اعدادات مختلفة. كل اللي عليك ان انت هتصور بيه، هتلاقي نتائج مبهرة جدا. ولو هنيجي بقى لتجربة التصوير الليلي والنايت مود، فالنايت مود بصراحة فاجئني واداني نتائج مبهرة جدا. ودي بعض الصور اللي انا كنت صورتها في اضاءة منخفضة، تقريبا الصورة ما فيهاش اي تفاصيل والصورة مش واضحة بشكل كبير، لكن لما جربت النايت مود لقيت الصورة اتحولت 180 درجة، والصورة اللي طلعت لي يعني كانت تفاصيل فيها بشكل عيني ما كانتش جايباه. وعن طريق التجربة في كذا صورة اقدر اقول لك ان النايت مود في الجهاز الاونر 200 هيدي لك اداء محترم جدا. اما بالنسبة للكاميرا الامامية ال 50 ميجا بكسل، هتدي لك نتائج كويسة جدا، وهتدي لك صور هتقدر تعتمد عليها بشكل كبير. اما بالنسبة لتصوير السيلفي في الاضاءة المنخفضة، هتقدر ان انت تعتمد على الموبايل. ودي هنا صورة وانا بصورها من غير النايت مود، وصورة بالنايت مود تقريبا. وانت بتستخدم النايت مود هتلاقي فيه تفاصيل واضحة، والصورة طالعة واضحة بشكل كبير. ودي تجربة تانية فيديو بالكاميرا الأمامية والخلفية، بس للعلم المود ده ما بيصورش غير 30 فريم. وكده قلنا نجرب كده الصوت والثبات والصورة. قوليلي كده شايفين الدنيا أخبارها إيه؟ أنا طبعا قاعد بتحرك وبتمشى، فنقدر نشوف الثبات كده مع بعض. قولوا لي انتوا سامعين الصوت عامه اخباره ايه عندكم، وشايفين الجوده عامله ازاي. ودي كانت تجربه سريعه للكاميرات. وقبل ما نروح لنقطه تانية هنتكلم عنها، عايزك تسيب لي تحت في الكومنت رايك، وتقول لي هل الكاميرات شايف ان هي من الكاميرات المميزه اللي تقدر تعتمد عليها بشكل كبير ولا لا. يا بوح ساعتك بتكلمني؟ امال بكلم مين؟ بكلمك انت طبعا. نيجي بقى لنقطة تانية في الجهاز نتكلم عنها، وهي بصمة الجهاز. البصمة جاية تحت الشاشة، والبصمة تعتبر سريعة ونسبة استجابتها كانت عالية. الجهاز طبعا بيدعم ال NFC وبيدعم ال IR، خلاف ان الجهاز بيدعم شريحتين بدون كارت ميموري. وانا علشان كده بقول لك لو هتيجي تشتري، اختار النسخة ال 512، ما تختارش ال 256، خاصة ان فرق السعر ما بينهم قريب مش بعيد. وده غير ان الجهاز جاي بمايك عازل للضوضاء. وبالنسبه للستيريو سبيكر هيدي لك اداء كويس جدا، لان صوته يعتبر عالي ونقي، ولما تيجي تعلي الصوت بيوصل معاك لحد 200%. وبالنسبه للاداء بتاعه، انا كان ليا تجربه حابب ان احنا نشاركها مع بعض واسمعكم الصوت بتاعه. وبالنسبه لبطاريه الجهاز جاي ببطاريه 5200 ملي امبير. اما بالنسبه لمحتويات العلبه، فمحتويات العلبه جايه لك كلها كامله، واونر ما بخلتش عليك، وجايبه لك كفر جوه العلبه. والجهاز هتلاقي فيه سكرين بروتكتور راكبه على الشاشه بتاعته، خلاف ان انت معاك شاحن 100 واط بيشحن الموبايل وبيفول من 0 لحد 100% في خلال 45 دقيقه. اما بالنسبه لشبكات الموبايل سواء في الاتصال وسواء في الواي فاي، فاقدر اقول لك ان الموبايل كان بيديني اداء مرضي جدا بالنسبه للاثنين، لان انا في الاماكن اللي انا عارف فيها الشبكه ضعيفه فيها والاماكن اللي تعتبر مقتوله كان الموبايل لاقط شبكه وبيديني اداء كويس. ونفس الكلام في خلال تجربه الشبكات الواي فاي، اداني تجربه انا راضي عليها تماما. هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه، ولا عملوا لك ايه انت؟ ونيجي بقى للاسعار. طبعا كلنا عارفين الاسعار. النسختين، النسخه ال 12 جيجا رام 256 تعتبر ب 21000 جنيه، والنسخه ال 12 جيجا رام 512 هتزيد 1000 جنيه، حوالي 22000 جنيه. وزي ما بقول لك، انت لو بتفكر تجيب الجهاز والجهاز قدامك بهدايا الحجز المسبق لحد النهارده،
فدي صفقة شراء كويسة جدا. وزي ما بقول لك برضو لو هتيجي تشتري، اشتري النسخة ال 512 لان الجهاز ما بيدعمش مكان لكارت ميموري، وفي نفس الوقت الفرق ما بين النسختين يعتبر قليل جدا، حوالي 1000 جنيه. هنيجي نتكلم على العيوب. لو هنيجي نشوف العيوب اللي موجودة في الموبايل، اول حاجة الشاشة رغم ان هي نقطة قوة كبيرة جدا لكنها مفيش عليها طبقة حماية، فبالتالي ممكن تكون معرضة للخربشة بشكل سريع. النقطة التانية ان الجهاز مش جاي بشهادة معتمدة مقاومة للمية والغبار، والمفروض ان الجهاز في الفئة السعرية دي يبقى معاه شهادة مقاومة للمية والغبار والأتربة. وعندك نقطة ان الجهاز بياخد خطين، ما بياخدش مكان لكارت ميموري، لكن دي انا قلت لك تقدر تعالجها ان انت تاخد النسخة ال 512 بدل النسخة ال 256. الجهاز ما فيهوش منفذ للسماعة 3.5، تعتبر دي حاجة عادية في اغلب الاجهزة الموجودة اللي في الفئة دي. ولع دلوقتي يا ابني. نيجي بقى للزتونة في الجهاز ده، وانا عارف انت مستني تسمع رأيي، وانا بالنسبة لي بقيم لك الجهاز بعيدا عن ان انت تشتريه ولا لا، لكن انا بقول لك الجهاز بيتهيألي كان باين خلال مراجعتي ليه ومن خلال تجربتي ان الجهاز انا كنت راضي عليه بشكل كبير، والجهاز بصراحة فاجئني بأدائه وفاجئني بالمواصفات بتاعته والنتائج اللي كانت بتديها لي الكاميرات، وفي نفس الوقت سرعة الشحن اللي تعتبر مميزة، والبروسيسور اللي ما حسيتش بيه ان هو كان مضايقني او كنت منتظر اداء احسن من كده. طبعا اكيد لو في اداء احسن من كده في اي حاجة اي حد هيبقى راضي، لكن المحصلة العامة للموبايل، الموبايل انا راضي عليه. الموبايل من الحاجات المميزة في الفئة السعرية بتاعته، واختيارك لو انت مقتنع بيه تقريبا هيكون اختيار مناسب. حتى لو بتقارن ما بينه وما بين حاجة تانية واضطريت او كان الموبايل عجبك واشتريته، فهو اختيار موفق. ولو انتوا وصلتوا معايا للنقطة دي في الفيديو، حابب ان انا اشكركم جدا وبتمنى اكون ما طولتش عليكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وما تنساش تتابعني. كان معاكم احمد قويدر، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.